مستجدات خطيرة وصادمة في قضية البوليسي ديال الرحمة اللي لقاوه مقتول ومحروق ومرمي في القادوس. طبعا مستجدات اللي ربما انها غتسرع في الاعتقالات. الى حدود يعني التسجيل ديال هذه الحلقة ديال هذا الفيديو هذا فعلا تم العثور على المسدس والعمارة ديالو اللي فيها القرطاس، 5 القرطاسات. طبعا في هذا الفيديو غادي نناقشوا، غادي نقول لكم كيفاش لقاو هذا الشيء وشنو وقع ومولات الباليو الحمراء وما الى ذلك. فكنتمنى انكم خوتي تتفاعلوا معنا الفيديو، تخليوا التعليقات ديالكم، الاراء ديالكم، اللايكات ديالكم، وايضا ترحموا على هشام البوليسي، الله يرحمه والله يوسع عليه بيبان الرحمه باذن الله. اذا بدايه اخواني اخواتي، تحيه كبيره لكم فين ما كنتوا، سواء داخل المغرب او خارج ارض الوطن. القضيه ديال البوليسي هشام الله يرحمه اليوم الجمعه، طبعا خلى جوج ديال الوليدات اللي دابا ايتام، خلى الزوجه اللي هي ايضا ولات ارمله، خلى الام اللي كان هو اللي كيساعدها لانها مصابه بالسرطان الله يشافيها وكانت مسكينه غاديه للعمره، وكان موعده ان البارح الخميس غيدوز عليها غيديها للقريعه باش يكسيها، لان طبعا غدا العمره هي والاب ديالو. فطبعا هادشي كامل ارضى ديال الله كانت فوق الجميع. اما بالنسبه اخواني للمستجدات اللي وقعات يعني حتى لحدود تسجيل هذا الفيديو، فهي القضيه ديال المسدس. كيف ما كتعرفوا من البارح فاش عثروا على الجثه، هما البوليس يعني كيقلبوا باستنفار يعني قوي، كيقلبوا على المسدس. يعني راه خطر يعني ان المسدس يبقى يعني حر طليق للضحيه اللي في شي عصابه في شي مجرم يدير به الله يستر الكوارث. من البارح هما كيقلبوا على المسدس والعماره ديالو طبعا، ولكن بدون جدوى، ما لقاوهش يعني ما عثرش عليه في الاماكن اللي كانت فيها اللي المفروض انها يكون فيها الجريمه. ولكن اليوم في هذه العشيه هذه بالضبط واحد الطاكسي وصل واحد السيد للروضه ديال اليهود، حطو في كازا. هذا الشيء من بعد كيرجع الاناسي، السيد مول الطاكسي كيحل الطاكسي ديالو باش يعطيه للسيد اللي كيدير معاه البيرمانونس، فاذا بهم كيلقاو محطوط الفردي والعماره ديالو اللي طبعا غادي يكونوا تابعين على ما قالوا، يعني تابعين للشرطي هشام الله يرحمه. فشكون اللي ركب في ديك الطاكسي؟ انا طبعا السؤال شكون اللي ركب في ديك الطاكسي وحط ديك المسدس؟ اكيد هذا غادي يكون المجرم. المجرم راه هو يعني اللي طلع للطاكسي وحط المسدس. وفعلا راه الشرطه حلت بعين المكان عند الطاكسي اللي كان فيه المسدس، درت لي يعني رفعت جميع البصمات، هضرات مع مول الطاكسي، حقت معاه من ضروري ان شاء الله راه غادي يوصلوا يعني المجرم، بما ان يعني ضروري ما غادي نخلي بصمه من البصمات ديالو سواء في الطاكسي او لا في المسدس والعماره ديالو. اذا خوتي هذا هو المستجد اللي وقع فعلا هاد العشيه، واللي ان شاء الله غادي يسرع فعلا تحقيقات وغادي يخليهم يحطوا يديهم على الخيط اللي غادي يوصلهم الى المجرم او المجرمين. شنو وقع لهاد هشام البوليسي الله يرحمه؟ طبعا نهار الاربعاء كمل الخدمه ديالته، المفروض انه يكمل الخدمه ديالو من 10 ديال الليل، انه شرطي مرور في منطقه ديال الرحمه اللي هي شويه طبعا راه شويه خاويه ومعروفه بالاجرام، منطقه ديال الرحمه وكذا عامه صراحه. الزوجه الراجل ديالها ما كيحضرش، فاذا طبعا كتعلم ان الراجل ديالها ديك الليله ما حضرش. نهار الخميس كتجي اخباريه من الدرك الملكي للبوليس انهم لقاو واحد الجثه اللي هي متفحمه، ربما انها كترجع للشرطي لان الملابس باقي مبينين، وفين في منطقه اللي هي خلاء تابعه لواحد الضوه اللي كتسمى الخداره نواحي حد السوالم اللي تابعه طبعا لبرشيد. هنا طبعا العناصر الامنيه، الشرطه العلميه والتقنيه والدرك الملكي، كل شيء يعني كان يد وحده من اجل الكشف جميع خيوط ديال هذا اللغز الغامض ديال هذا المقتل او الجريمه البشعه اللي دارت حق هذا الشرطي الكفء، شرطي يعني اللي كيأدي الواجب ديالو الوطني. طبعا داو الجثه الى المشرحه باش يتعرفوا عليها، وهذا فعلا تاكد انها فعلا كترجع الى الشرطي هشام اللي كيأدي الواجب ديالو بمنطقه ديال الرحمه. من بعد طبعا بداو كيقلبوا على السياره ديالو الخاصه اللي كيكون ديما حاطها في المنطقه يعني اللي كيكون كيخدم فيها هو، كيحطها شويه قريبه ليه باش من يسالي العمل ديالو طبعا يركب في الطوموبيله ديالو ويمشي للدار ديالو. الطوموبيله اختفت من المكان اللي كيتواجد فيه الشرطي هشام، بينما كيلقاو الكاميرا ديالته ونضادروا الخاصين ملطخين بالدماء في منطقه اخرى. كيف ما كتعرفوا راه البوليس مؤخرا ولاو كاملين مجهزين
بواحد الكاميرات يكونوا معلقينهم في الصدريه ديالهم باش تبقى توثق طبعا اي خروقات اي حاجه كتوقع كيبقاو متقنه. وطبعا هاد الكاميرا ايضا غادي نرجعوا لها خوتي في هاد الفيديو، انها ربما هي اللي مكناتهم انهم طبعا يحطوا يديهم على بعض المشكوك فيهم. اذا قلنا كيف ما قلنا هذا الشيء اللي لقاو لحد الساعه يعني نضادر والكاميرا ديال البوليسي الطوموبيله تمكنوا انهم يلقاوها في وقت لاحق ايضا في منطقه اخرى في برشيد نهار الجمعه اليوم يعني، ولكن نضادر والكاميرا لقاوهم البارح الخميس. طبعا البارح فاش تلقى يعني الجثه وهذا مشاو حقوا يعني مع الزوجه فعلا بداو التحقيق وبقات معهم يعني ساعات طويله في التحقيق من بعد، لان طبعا الزوجه راه من حقهم انهم يحقوا هي الصندوق الاسود ديال الزوج ديالها، يعني كتعرف عليه الصغيره والكبيره والشاده والفاده، يعني كتكون عارفه عليه كل شيء. ترك مثلا عنده شي عداوه ولا شي عداء مع شي طرف من الاطراف راه يعني غتخبر الشرطه بهاد الامور هذه. فعلا من بعد توجهت الزوجه مع البوليس الى وجهه غير معلومه، طبعا لان دابا التحقيقات راه كتتم في سريه تامه. طبعا راه الشرطه ما نقولش لكم راه فعلا راه هاد المجرمين راه ما عرفوش راسهم مع من طاحوا. راه الشرطه في مدينه الدار البيضاء راه ما كتضحكش وما كتلعبش، وبالاخص في هذه القضيه اللي مجنده فيها الشرطه العلميه والتقنيه وايضا الدرك الملكي. اذا قلنا ماشي بزاف شويه كيقرقبوا على واحد السيده اللي هي باقا في مقتبل العمر، كتشوفوا عندكم في الصوره. هاد السيده هذه هي كتسكن في الحي المحمدي. كيفاش توصلوا ليها، شنو علاقتها بهذا الشيء؟ طبعا لحد الان راه السريه تامه، ولكن بعد ساعات طوال من التحقيق مع هاد السيده هذه طبعا خوتها الاولاد بجوج راه كانوا حاضرين في اي مكان وما كانش عاجبهم يعني الحال، لدرجه انهم يعني شويه دوجبوا في الهضره مع الصحافي وعيروا، يعني قالوا لي انت العطاي ما العطاي. هادشي طبعا لان سمعت من خلال الحديث ديالهم مع الصحفي ما عجبهمش الحال انه كيصور، رغم انه يعني كيصور غير من بعيد الكوميساريو، ولكن ما عجبهمش الحال مع الصبين شويه. على اي اللي قالوا على هاد مولات الباليو الحمراء انها كانت في عين مكان في منطقه ديال الرحمه يوم الاختفاء ديال الشرطي، يعني نهار الاربعاء كانت في ديك المنطقه. الاخ ديالها تيقول انها عندها واحد الدار في هذيك المنطقه ديال الرحمه وكتجي يعني مره باش تاخذ الكراء ديال الدار، ولكن يعني الشرطه ما كتشدها وتقوم بالتحقيق معها باقا لحد الان، يعني راه بات عندهم وهي في التحقيقات الا وعندها واحد السند اللي هو ثابت، والسند يعني اللي هو قوي بهذا المعنى هذا. ومن طبعا باش نقول لكم خوتي يعني القضيه نسيت ما قلتهاش ان الشرطي هشام الله يرحمه راه الطعنات اللي كانوا قاتلين ماشي هما ديال الحرق، الطعنات اللي كانوا قاتلين هما الطعنات اللي خد في الظهر ديالو، ربما شي حد اللي جا يعني وغفلو وعطاه ضربات قتل على مستوى الظهر، 7 ديال الطعنات بالسلاح الابيض، يعني هذوك كانوا كافيين انهم يعني يقتلوه ويتوفى رحمه الله عليه. من بعد باش يستروا طبعا الجريمه هزو ومشاو حتى لديك المنطقه الخلاء اللي بحد السوالم ولاحوا في ديك القادوس، كبوا عليه ليسونس لان القاعه ديال ليسونس كانت باقا في عين المكان وشعلوا فيه العافيه ومشاو. ولكن طبعا نضادر والكاميرا بقاو قلنا كيف ما قلنا في منطقه غير بعيده عن المكان ديال العمل ديالو اللي هو الرحمه. طبعا هاد السيده بما ان قلنا البوليس وصلوا ليها الا غتكون شي كاميرا من الكاميرات، الله اعلم واش الكاميرا اللي كانت في الصدريه ديالو واش الكاميرات اللي كانوا في المنطقه ديال الرحمه انها رصداتها، وهي ربما الله اعلم واش كانت كتهضر معاه او لا كان معاه شي طرف اخر. ان فعلا حتى كان مثلا هي عندها يد في القضيه هذه راه من المستحيل انها تكون هي يعني المجرمه او هي اللي درت هذه الجريمه، لان طبعا غادي يكونوا مدخلين فيها عده اطراف. اذا كيف ما قلنا خوتي حاليا لحد الان راه باقا عندهم في التحقيقات. فاش عمقوا معها اذا التحقيقات البارح مشاو جابوا الطوموبيله الحمراء اللي هي باليو فيات باليو صيفطوا عليها، لان طبعا فاش جات هي منطقه ديال الرحمه كانت جايه في الطوموبيله ديال باليو، ديك الطوموبيله الباليو ايضا الحمراء ماشي ديالها وانما ديال الاخ ديالها، يعني مكتوبه بالسميه ديال الاخ ديالها. جابوا ايضا باليو بالديباناج حتى الكوميساريه، وتماك طبعا الشرطه العلميه والتقنيه بدات الخدمه ديالها. ما نقولش لكم راه خفشوها كامله ما تقولوا فيها حتى شي قنت اشنو كاين شنو لقاو فيها لحد الان. طبعا راه باقا السريه تامه، واش هاد مولات الباليو عندها شي يد في هاد الجريمه او لا شي حد من المعارف ديالها او ما نقدرش يعني نقول لكم اخوتي اشنو كاين. لحد الان راه السريه تامه
ولكن طبعا انا راه ما نقولش لك، انا طبعا الراي ديالي انا حاسه ان هناك يعني شي يد ديال العيالات كيدنسى كيف ما تنقولوا في هذه القضيه هذه. والله اعلم، طبعا والله اعلم. على اي اخوتي غنبقى متابعين ان شاء الله هذه القضيه هذه. طبعا هذا راه شرطي امن، شرطي يعني شرطي ديال المرور، راه الشرطه على عيننا وعلى راسنا. كيف ما قلت راه فاش كنشوفوا يعني بوليسي في الطريق راه كنحسوا بالطمانينه والامن في غياب طبعا في هذه الظرفيه الصعيبه اللي كثر فيها الكريساج، كثر فيها الاجرام والمجرمين. راه لولا يعني ما كانوش البوليس، تخيلوا معايا نكون لولا ما كانش البوليس شنو كان غادي يكون؟ والله تياكلونا، راه ياكلونا تولي السيبه. فاخوتي الله يخليكم مره اخرى ترحموا على هشام، ترحموا على هشام، والله يصبر الزوجه، والله يصبر الام، والله يصبر الاب، والله يصبر الاخوه ديالو على هذا المصاب. طبعا الجلل وليداتهم مساكن اللي بقى ميتسمين، يعني جريمه صراحه بشعه بكل المواصفات باش تقتل وتحرق. يعني هادو بصراحه خاصهم ضروري يطيحوا في يد العداله، مستحيل يبقاو يعني عايشين معنا حرين يعني طليقين. اذا خوتي هذا ما كاين في فيديو ديال اليوم، والى فيديو اخر ان شاء الله.